السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أسعد الله صباحكم. شوفوا هذا الفيديو الخطير جدا، فيديو مهم لكل مسلم ومسلمة ولكل أسرة مسلمة، ولازم تنشره، والدال على الخير كفاعله. هذا فيديو خطير جدا، بقول لك مين كان يدعم الأحباش في أثيوبيا. طبعا خرجت فرقة الأحباش الصوفية من أثيوبيا، انتشرت في لبنان وفي بعض المناطق في الدول العربية. شوفوا مين كان يدعم فرقة الأحباش ومين كان ينشرها، كما أنه في دول تنشر التشيع والتصوف. شوفوا مين كان ينشر فرقة الأحباش الصوفية. فيديو خطير، وشوفوا للنهاية، ويا ريت تنشره عشان يعلم القاصي والداني من هم الأحباش الصوفية. نبذة بسيطة جدا. كيف بدك تعرف اللي أمامك هذا حبشي أو صوفي؟ أول شيء يكفر شيخ الإسلام ابن تيمية، ويكفر الإمام المجدد محمد ابن عبد الوهاب الذي حارب التصوف وحارب التشيع وحارب عبادة القبور. كيف بدك تعرف اللي أمامك هذا حبشي أو صوفي؟ أول شيء ينفي علو الله عز وجل، يقول لك ربنا مش في السماء، ينفوا ويعطلوا صفات الله عز وجل، يقول لك الله مش في السماء. هذا إذا بتسمعه مباشرة اعرف أنه يا حبشي يا صوفي. ربنا عز وجل يقول في كتابه العزيز: أأمنتم من في السماء أن يخسف بكم الأرض فإذا هي تمور أم أمنتم من في السماء أن يرسل عليكم حاصبا فستعلمون كيف نذير. وحديث النبي صلى الله عليه وسلم: ارحموا من في الأرض يرحمكم من في السماء. بيجيك واحد صوفي يعبد القبر ويشكك الناس في دينه، بيقول لك لا الله مش في السماء، ربنا بيقول لك في السماء، بيقول لك لا مش في السماء. بيجيك حبش بيقول لك الله مش في السماء، لا هاي مجازية. أأنتم أعلم أم الله؟ شوف هذا الفيديو واعرف يا مسلم من ينشر الفرق الهدامة، مين بينشر التصوف، مين بينشر التشيع، مين بينشر فرق الأحباش. شوفوا هذا الفيديو الخطير وانشره، والدال على الخير كفاعله. شوفوا الفيديو. استمر منغيستو حاكما لإثيوبيا إلى 1992. نعم. ثم جاء ملا الزناوي. ميلي الزناوي. نعم. كيف كان ميلي الزناوي معكم؟ ملا الزناوي في بدايته نوعا ما، شوف، هو كمان ماركسي لينيني، لكن نهاية سقوط الفكرة الشيوعية في العالم اضطرته يعمل ديمقراطية مصورة داخل البلاد، فبدأ يظهر نفسه أنه يهتم بالقوميات، فهمت؟ لكن برضو مع ذلك لم ينال المسلمون نصيبا أو الأقاليم الإسلامية نصيبا من الإمكانية التطويرية أو الميزانية المطلوبة للحصول على التنمية. فملا الزناوي كانت عنده نقطة سوداء، جاء بفكرة الأحباش. كيف يعني؟ فكرة الأحباش هذه فكرة اللي في لبنان. اللي في لبنان. طيب كيف أتى بهم؟ هذا أتى به واحد اسمه هاجاي، هذا مدرس يهودي اللي هو من فلاشة في جامعة تل أبيب. فجاء قابل ملا الزناوي قال له والله الفكرة الوهابية خطيرة هنا في شرق أفريقيا، فإذا تريد أن تقضي على الفكرة الوهابية والسلفية في البلاد عليك بإتيان بأفكار الأحباش من لبنان. فجاء بعبد الله الهرري، فهمت، بفكرته ومصائبه. نعم. فعمم على أساس تولي إدارة المجلس الأعلى وغيرها من المنظمات الإسلامية هتكون بأيدي الأحباش. وهنا نشأت مشكلة بين المسلمين، يعني حدث تفرق وتشتت فيما بينهم. إذا ملا الزناوي أيضا لم يخدم الإسلام على الوجه المطلوب اللي كان يتوقع فيه المسلمون في هذه البلاد. ميلي الزناوي الشيوعي ذهب وأتى بالأحباش من لبنان. نعم. وزرعهم في الجسم الإسلامي في إثيوبيا. نعم. حتى أحدثوا شرخا هائلا. نعم. خرج المسلمون في إثيوبيا مطالبين بحقوقهم. نعم. خرج في مظاهرات هائلة. هو سجنوا كم. نعم. سجن مشايخهم. هو في هذه اللحظة استخدم الأحباش. نعم. ووزعهم على المساجد ومكنهم من الأوقاف. والإمكانية المالية كانت كبيرة جدا، وتولوا إدارة المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية وما يتعلق بشؤون العقيدة الإسلامية وكل شيء بأيدي الأحباش أصبحت. فهمت؟ هذه فكرة يهودية أساسا، وطبقها طبعا على مستوى البلاد، وأصبح الشرخ كبير جدا بين المسلمين في كل المناطق.